السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم مليحه. هذه غيبه على بالي، صافي لونطون ما حطيت لكمش فيديو ولا حاجه. مي راني رجعت الحمد لله. كما يعرفوا البعض يا البنات انه انا زوجت، عندي بريسك 3 شهور من زوجت في جوان هذا الماضي. ربي ان شاء الله يهنيني ويهنيكم ويرزقكم كامل برنص الستر. الوغ حبيت فيديو اللي راح يكون الاول يعني في داري الجديده. يكون هكا فيديو بسيط، فيديو يعني سهل ماهل، ما حبيتش نعقد لكم الحوايج. وان شاء الله كي نوالف انا بعد لازم نوالف في المطبخ الجديد والدار الجديده باش نولي ندير لكم العفايس الواعرين. فوالا، وحاجه ما واعره يعني كي تعرفوني كل شيء نبسطه لكم على ابسط ما يكون. يا البنات جيتكم اليوم بوصفة تاع فريكاسي خفيف الظريف، ما يشربش كامل الزيت، تشوفوا شحال يجي ناشف تحيرو. قسما بالله تقول شي ما تقلى في الزيت. بلا ما نطول عليكم راح نبداو في المقادير. مقاديره بسيطة وسهلة، راح نعطيكم المقادير عشوائيا، ابخي راني نكتبهم لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. عندي فرينة، عندي الزيت، عندي السكر، عندي خميرة الحلويات، عندي الملح، وعندي بيضة واحدة كاملة، وعندي الخميرة تاع الخبز، وعندي الحليب الدافي اللي راح نطم به. راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف بالتفصيل الممل، يعني بالملعقة والكأس والجرام. ولا يا البنات راح نحكم الفرينة تاعي، نحط لها الملح، ولا نزيد لها الخميرة، عفوا هذاك السكر درت فوق الخميرة، وهذا الملح يهمش. نزيد نضيف الزيت، تشوفوا شحال يجيو خفاف. تحيروا عباك دوك تشوفهم بعد كي نحلهم كيفاش تلقاهم فارغين وناشفين، تقول شي ما تقلاو في زيت. خلاص راح نخلط كامل المكونات هذه مع بعض، من ضمنهم الزيت. نحاول هكا ندخلها في كامل الفرينه بهذه الطريقه. شحال توحشت يا البنات نطيب، شحال توحشت هكا لاشين تاعي نخدم الفيديو نمونتي هكا نهضر معاكم. والله انا لو كان من تسمى لكم ما نديرش حاجه ما نقدرش نكون الاز، يعني ما نقدرش نعيش هكاك يعني. سورتو يعني كملت القرايه، تخرجت ماستر 2 باركولي. يعني كملت كل شيء تما. اون بليس دو سا عندي هكا تما اون نوفيل في، ما نقدرش يعني بلا ما ندير والو. على الاقل عندي لاشين تاعي هاني نخدم فيها والحمد لله. كما شفتوا يا البنات ضفت البيضه وخلطت، ومن بعد بديت نضيف الحليب الدافي وراح نطمها عجينه. دوك تشوفوا القوام تاع العجينه كيفاش راح يكون. هنا وليت نحيت لاسباتول وراني ندير بيدي. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي شويه يلصق. هنا بعد ما كملتها حطيتها في غيسيبيون، درت لها شويه زيت وغطيتها وخليتها تخمر في عقلها. هنايا البنات بعد ما خمرت لي راح نجي نديغازيو لاباط تاعنا ونبداو نخدمو فيها. غنستعين بشويه فرينه، ماشي بزاف، شويه برك باش نقدر نقسم لاباط تاعي. فوالا راح نحلها بالحلال. فوالا بهذه الطريقه. دوك نعت لكم السمك تاع الحبه تاع لي فريكاسي تاعي، عفوا قد ما انا درت بهذا، قاعده نقطع بهذه الدائره هذه. والله ما على بالي شحال فيها من سنتيم، بعد نقيس لكم ونشوف.
وثاني حطيتهم يخمروا وغطيتهم وحطيتهم يخمروا. هنا البنات المقطع اللي كنت نقلي فيه ما شوف ما على باليش على واه راح لي. حسبت كنت نصور بصح انا ما كنتش نصور. الوغ كي كملتهم خلاص باش توليت مع التليفون لقيت بلي ما صورت حتى حاجه. حطيت الزيت يا البنات، سخنتها. كي سخنت لي بديت نضيف في الحبات تاعي وندير فوقهم الزيت بالمغرف حتى يتنفخوا ويتقلاو لي عادي كيما نقليو لي بيني نورمال. كما راكم تعرفوا لي بيني. هنايا البنات راني نعمر فيهم كيما شفتوا حليتهم شفتوا كيفاش جاو فارغين. شوفوا كيفاش طابوا لي. شوفوا الحشوه ربي يسهل عليكم، ما نقول لكم لا ديروا الدجاج لا ديروا الطون لا ديروا فيونداشي كيما تحبوا ديروا يا ربي. ما على باليش انا باه تقدروا تحشيوها، المهم حسب الذوق تاعكم. انا اخترت اني ندير باتي حار، درت لي شامبينيون لي كورنيشون، درت الطون الزيتون الاخضر ودرت البيض المغلي وفرماج ولا مايونيز كيما تحبوا وكيما يحب الخاطر تاعكم. فوالا هكا قاعده نفوري فيهم عادي وجاو بزاف بنان. درت ثاني طوماطيش، تحبوا ديروا ثاني البصله كيما بغيتوا ديروا. وهاوليكم لي فريكاسي تاعي راهم واجدين. شوفوا شحال جاو شابين. انا الزوج عجبوه مات عليهم. يظل يقول لي كي كنت نطيب كي كنت في دارنا يقول لي صبري شوفي تجي هنايا نبدا نخير بالفيديو ونقول لك ديري لي هذه وديري لي هذه وديري لي هذه. المهم يا البنات ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه اللي خيرتها لكم اليوم. كانت وصفه خفيفه سهله، حبيت يكون الفيديو تاع رجوعي بسيط كما قلت لكم في الاول. وان شاء الله من بعد راني نتعمق لكم وعندي بزاف تاع لي غوسات لهن راني حابه نديرهم معاكم. واش راح نقول لكم؟ تهلاو في رواحكم ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. انتظروني وان شاء الله يا ربي كي نحط لكم الفيديو هذا نلقى فيه نسبه مشاهده مليحه وتكتبوا لي هكا دي كومونتير ملاح. المهم اتهلاو في رواحكم وفي امان الله.